احنا ليس لا انا في 86 كنت اخرج ادعم وزارة الثقافة. وزارة الثقافة يعني كانت حتكون موسوعة عظيمة في اليمن، لكن مع الحروب اللي حصلت والحراف والانحراف نصير المواضيع هذه. فأنا أتمنى من الشعب اليمني العظيم أن يوقف وقفة رجل واحد ضد هؤلاء الذين يستهمجون بالثقافة اليمنية العظيمة بهؤلاء المسلسلات الخرافيات. ايش من هذا؟ الهنديين وقد ملك الخرافات وملك الخيال ما بيفعلوش من هذول. عيب. تو على تاريخ اليمن، تكلموا على ماضي اليمن العظيم، على الحضارة اليمنية، فعلوا مسلسلات على الحضارة اليمنية، على الغزو التركي على اليمن، على الغزو البريطاني على اليمن، تكلموا عن الحضارة، عن التراث اليمني. أما أن دكان جميلة ولا على سد الغريب صبغة ولا على عيب وقعوا رجال. مع تحياتي للثقافة اليمنية وللممثلين كل واحد. ايش الزلط؟ تنفع عليه الزلط ومسلسل تافه. تعال مسلسل يذكروك الناس. شوف التركي اكثر مسلسلاتهم على الحضارة والسياسة يعني مسلسلات عظيمة. الا تلقى مسلسل حب، يعني تلقى مسلسل يعني 10 مسلسلات للدولة والتركيا، مسلسل واحد للعشق والحب عادي. اما عاد تفعل لك مسلسلات في الهواء، مسلسلات يعني لا داعي ولا معاه الرسالة. عيب. حتى بعضهم يا استاذ رفيق يقول لك لما يتصل لك لما تصل الممثلين ولا يتصلوا، لا يتصليش مش شيء ولا تصلوا ولا شيء حد يتصلي ولا تصلوا، يعمل على زوالة ويفشل. نعم يعني مع تحياتي للممثلين العظماء، الممثلين يعني معانا ممثلين في اليمن، ممثلين يعني وممثلين قادسين يعني ما حد دربهم، بس مع الايام اثروا كما قد عينوا. الدراما اليمنيه تطورت ان شاء الله، اي تطور التمثيل ويتطور حتى على مستوى الخليج، مستوى العرب. عينوا المسلسلات اليمنيه. كيف بالله عليك انه يجي واحد خليجي ولا عربي يعين لك ذكر جميله؟ على من يا غالي؟ ولا شيء. وصرت تمثلوا في مصر خارج التغطية وصرت الغريب وصرت الغراب. ايش معانا من هذا؟ خارج التغطية عيب. ما خارج التغطية انا مجاني. عمي احمد ضابح، احمد سيل واحمد ولدي ضابحين قبل. مع تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم المسك. استاذ احمد سيلان، اسالك في التمثيل. انا قلت لهم مشي شغل الشوارع يفتروني لما التواضع. لا تصلي ولا تطلق، لا تقول لي ولا اقول لك، بيننا احنا في الميدان يا حاج احمد. تحكم كلامي واضح. صل على رسول الحين انت توصل لهم رساله بانهم يتكلمون على تاريخ اليمن العظيم. تاريخ اليمن يتكلموا على غزوات اليمن. نعم. غزونا كم من دوله، غزتنا تركيا، غزتنا البرتغال، غزتنا اسرائيل بينهم دحين في حنيش. تحياتي لك، انت رجل عظيم والرساله حقك عظيمه. تحياتي. والملكه اثبت. اي كذا الملكه اثبت. انا ابتيتينا الله يرحم امي هي اسمها هي ام طلميس اثبت اسمها بالحقيقه ام طلميس. ام طلميس اسم عظيم. مرات قالت يستحل عيالي وهي في بريطانيا، قالت استحل عيالي ما خزيت اي دوله بعد اليمن. اليمن هي مسكونه وقعد حقها والدليل. ايوه، واتضحت ان اليمني قالت والله انا بعت ذهبي. ما حد قال بعت ذهبي وبعت التاج الاول حقيقه. الماس الاول تابعت هنا في اليمن. ما شاء الله التاج هذا. عندك المصريين اي انسان يدخل غزو اليمن احنا نمسحه. عشان كذا الملكه قالت والله انا بعت ذهبي وحرم عليها مسجد خزيت اي دوله. خرجت مديونه قالت يو لا حد يخزي اليمن، والله اني هي مسكونه ولما اتضحت جينا واليمن يجي واقف واليمن ماشي على الكره الارضيه في الملاهق.
تحياتي لأحمد طيلان الرجل العظيم. أردوغان حضري أردوغان إيش قال؟ رجل طيب عقل طيب صديقي. بونجي كان أنت اليوم تاخذها ما سمعت قال بوني أنا ورقة والله إن أنا غزيت اليمن والله نعط عليه حجال هالورقة يقول دفع على الحصول. هيا بالله عليك عظيمة تاريخ. أردوغان وداري رجل طيب وصديقي وعادنا تواصلت أنا وياه قبل أسبوع. تكلم عارف تاريخ اليمن. والانتخابات والانتخابات حتى أردوغان حيفوز فاز النور رجل عظيم. ما قد فاز. لا فاز 3 فاز. يب رجل عظيم خلى شيء كل تركيا هذه ضرب. كم 3 فاز ضغط عالي. ضغط عالي ضغط عالي. 3 فاز أنا أعرفه. ما هو بناه بنى أنا أجيب لي بلادي. بنى كل البلد التركي منهم. نعم البلد التركي. الآن أحفاد يمنية أحفاد بأصول بيمنية أصول تركية. وعندي إثبات. وعمي أحمد خلص كلامه تحياتي له. تحية عظيمة وتحية لمن قام وساهم مع هذا الفيديو وفعل لايك وعجب لأنه فيديو رسالة إلى اليمني كامل وكل واحد يفعل مشاركة. حبايب قلبي كلكم افعلوا مشاركة لكي يوصل هذا الفيديو إلى الممثلين والإعلاميين والثقافيين في اليمن وخارج اليمن. حب الناس ومن تواضع عليه والله خير وهذا مع احترامي لهم. الهوارة يبطلوا الضياف واللواء وكذا. الهوارة لا تصلي ويقول رجال احنا كل واحد يخبي ما في بطنه. ما احنا قوال ولا يجي الويلي. تحياتي لكل الممثلين والممثلات وتحياتي لكل القنوات. وعاد الإمام الله يشفيه. إذا هو مريض يحب الكذب الله يشفيه. سعد حسني ما حد بدا عليها. سعد حسني يا بعدين ما حد يتكلم عليكم دول الممثلين. أنا تقابلت مع عادل إمام في 2001. في 2001 جاء عادل إمام إلى صنعاء وتقابلت أنا وياه وكان وأنا هذا كلام حتى أنا خزنت بالنهار. خزنت بالنهار وجاء مغرب. وقت مغرب جاء يقول لي قال يا علي عبد الله طالع إذا لو رشحت نفسي في الانتخابات عيد أكسبك. قلت أي شو؟ برطنت عينت له برطنت رجع سكت. هذا شرع يزبج. بس رجل عظيم افتخر به. سعد حسني لانه ممثل عالمي وكان يوصل رسالة ممثل كوميدي عالمي رومانسي كل حاجة في عادل إمام. الله يشفيه بعربة الفاتحة. اسمه الساعة. وعادل إمام مسكين. آمين. وعادل إمام مسكين. طيب عندك سعد حسني نزل هذا ايوه سعد حسني لا يمثل ويمثل يعني من جيدين. تعال نفسي اذا كنت مريض في السوى مريض في السوى بممثلين امراض بكذا بممثلات بمنتجين بمخرجين باضائيين داخل بزواوي ما حد بيقول لهم كيف حالك. نعم اما لا يصلي بس صلوش ولا يصلي ولا علوه من ما هو. شكرا للاستاذ احمد ابن احمد هذا سعد حسني ابن احمد الكلام البيض طبعا حتى ما حضرت الله كان يقول له شكرا لكم اعزائي المشاهدين الكرام متتبعي الاستاذ احمد سيلان ومتتبعينا الكرام. وصلوا الرساله هذه الى الاعلاميين والثقافيين والمخرجين ونقول لهم ان يهتموا بتاريخ اليمن وان يكونوا عند حسن الظن وان يكونوا يعني ينتجون مسلسلات لتنفع الناس وتوعي الناس مش مسلسلات تضيع الناس ولا لها دخل بالثقافة ولا لها دخل بالتاريخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.